قصة النهاردة مرعبة شوية. هي بتحكي عن حفلة هالوين، والولد كان فرحان وكل الناس كانوا فرحانين ما عدا البطل بتاعنا النهاردة. هو الوحيد اللي مش فرحان قوي، لأن هو وشه مشوه من غير حاجة، مش ناقص إن هو يعمل حاجة. هو بيحاول يتبسط معاهم، بس محدش سايبه يلعب مع بقية الأطفال عشان الناس التانية بتخاف منه. مش بس كده، الأب بيضربه ويقوله اطلع على أوضتك بسرعة. يا ترى هو هيعمل ايه بقى ولما يلاقي كل الناس فرحانة وبتخرج وهو مش عارف يخرج معاهم؟ طبعا هيحاول يخرج معاهم، ومع ان كلهم شكلهم مرعب بس كلهم خايفين منه. الأمهات كمان بيقولوا له ازاي تلعب مع ولادنا بشكلك المرعب ده؟ يا ترى ده تنمر ولا ده اسمه ايه؟ الولد عايز ياكل معاهم بس هم مخلينه يقعد ياكل على جنب لوحده، ولما يكسر طبقه يحدفوه بطبق تاني يتعور أكتر. ده كل الناس بتأذيه حتى أهله. ايه الوحاشة دي؟ هو قرر ان هو عايز يتبسط، فقرر ان هو هيحط ميك اب ويعمل شوية حاجات تخلي شكله مختلف. هو غير شكله وفعلا شكله بقى مختلف، بس بقى مرعب أكتر. أخوه خاف منه وهو مش عارف إن هو بيخوف، هو فاكر نفسه كده بيضحك. هو قاعد يعيط يقول طب أنا أعمل إيه في شكلي؟ أنا حاولت أغير شكلي، طيب إيه اللي ممكن يحصل؟ الأب راح مكهرب الولد وقال له أنت عقابك إن أنت هتفضل محبوس في أوضتك طول الوقت، وهو بيحاول يهرب أو بيحاول يندمج مع الناس بس محدش سايبه. هو غالبا هتترباله عقدة، لأن هو شايف كل الناس فرحانة. ده كل الناس مبوظة شكلها وبرضه مش بيخافوا من بعض، لكن بيخافوا منه هو. راح هو كسر الباب وقرر إن هو هيهرب ومش هيقبل إن هو ياخد حد معاه. مش قلتلكوا القصة مرعبة؟ ده عمل لهم كمان بيت من الرعب ولبس شكل بهلوان وقعد في بيت الرعب لوحده. ايه اللي حاصل هنا؟ ده كل الناس جم يحتفلوا عنده في البيت على اساس ان هما رايحين حفلة رعب، وهما كلهم كبروا مع بعض ومبسوطين واتعزموا على بيت الرعب ده. هما مش عارفين ايه اللي مستنيهم جوه وداخلين وفرحانين جدا. اول ما دخلوا لقوا الاضواء مطفية ومفيش اي اضواء. واحد فتح التلاجة وقال لهم ادي شوية نور اهو، وقعدوا يرقصوا ويحتفلوا وكانوا اخر انبساط. لسه ما يعرفوش ايه اللي هيحصل فيهم. الراجل ده وهو في الحمام لقى الوحش ده دخل في وشه وراح ضربه على طول. كل الناس جم لقوه مضروب على دماغه. ايه اللي حصل؟ مين اللي عمل كده؟ هم مش عارفين مين اللي عمل كده وبيحاولوا يعرفوا وبيحاولوا يفتحوا الباب بس الباب مقفول عليهم بالمفتاح. الولد ده قرر يتصل بالبوليس بس البوليس مش موجود لأن مفيش شبكة أصلا. هو قافل عليهم كل حاجة ممكن يعملوها، وكمان ماسك في إيده اللعبة دي، بس هي مش لعبة، ده سلاح بجد. ايه ده؟ هو بيدور عليهم مش لاقيهم لأن هما مستخبيين كويس ورا الحاجات دي، بس هو عارفهم من ورا الكراتين ودخلهم قال لهم مش انتوا مكنتوش عاجبكم وانا صغير؟ طيب قابله بقى. وراح لقى واحد واقع على الأرض مغمى عليه، راح شايطه في رجله وقال له أنا هضربك دلوقتي. راح طاخ ضربه هو كمان التاني، وبعدين ايه كمان عمال يدور عليهم واحد ورا التاني مش عارف يخلص منهم. أنا مش هسيبكوا وأنا هيهدالي بال غير لما أضربكوا كلكوا. مش هسيب ولا واحد فيكوا، اطلعوا هنا واحد ورا التاني. هما طبعا راحوا نازلين له حاجة تكعبله وطلعوا يجروا منه، بس هما هيروحوا فين؟ أهو عنده الليل بطوله وقاعد في البيت هنا. جه خارج لقاهم راحوا عاملين له كمين تاني، وهم كذا واحد وهم أذكياء. هو بس عشان ما تعملش مع بني آدمين بقاله كتير فما يعرفش ايه الخدعة اللي ممكن يعملوها فيه. واحد ورا التاني خرجوا وطلبوا البوليس في الآخر، وفي الآخر واحد كمان راح ضحية. كل دي ضحايا في البيت عشان ما كانوش بيلعبوا مع البطل بتاعنا.